س. هل الحديث الذي يخبر عن قدوم المهدي صحيح أم لا؟ ج. تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى عليه السلام يصلي خلفه، وجاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وأنه سيكون في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8، يعني حججا أي سنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة، أي ينحسر شعره عن مقدمة جبهته، أقنى الأنف، أي أنفه طويل الرقيق، في وسطه حدب، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وفي رواية: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. قال العلامة محمد السفاريني: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وقال الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وينبغي العلم بأن عددا من الكذابين قد وضعوا أحاديث في المهدي، أو في تعيين أشخاص من الكذابين على أنهم المهدي، أو أنه على غير ملة أهل السنة والجماعة، كما حاول ادعاء المهدوية عدد من الدجالين مخادعة لعباد الله، ولنيل شيء من حطام الدنيا، ولتشويه صورة الإسلام. ثم هلك أولئك، وتبين كذبهم، وانكشف زيفهم ونفاقهم، ولا يضر ذلك كله بمعتقد أهل السنة والجماعة في المهدي، وأنه خارج لا محالة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.